السلام عليكم، مرحبا بكم يا البنات. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هاد لا نوفيل فيديو. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد. نحب نرحب بكل مشتركات جدد ونقول لهم مرحبا بكم، شرفتوني. بلا ما ننسى حباباتي اللي ديما يتبعوني وديما يشجعوني. لو كان حتى القناه مش طالعه، بصح ديما يشجعوني. نقول لكم شكرا. ربي يعيشكم وربي يحفظكم وربي يعطيكم ما تمناو. لهنا كما راكم تشوفوا رايحين نحضروا مع بعضنا طريقه. لهنا مش حنعطيكم الوصفه، رايح نعطيكم تدبيره باش يجيكم الروز على حبه. بس عديت وازار على منشور في الفيسبوك، لقيت بزاف لي كومونتير. وحده تقول لها انا يجيني الروز معجن، وحده تقول لها انا ما جانيش بنين، وحده تقول لها عييت ما ندير مع الروز جاني مليح. رايح نعطيكم ديزاستوس ورايح نعطيكم تدابير راح يخلي هذا الروز تاعكم يجيكم بزاف بنين. اول حاجه الروز تاعنا لازم نشلوه مليح 3 شلات ولا 4 باش تروح منه هذيك البيوضه ويبقى الحب واحد، الماء تاعو يصفى. ومن بعد نحكموا ليان نحطوا فيه ماء دافي ونحطوا الكميات الروز اللي رايحين نطيبوها عادي كل وحده وتعرف الكميه اللي ياكلوها افراد العائله نتاعها. ومن بعد نروحوا بجيه نخليو هذاك الروز في الماء دافي مده نص ساعه. ونبقطوا الكويزينير تاعنا، لازم نطيبوا الروز تاعنا في كويزينير تكون سخونه، مش تحطيه طول وتبقطي عليه، لا سخنيها من قبل. واش نديروا؟ نوجدوا له لاصوص، نوجدوا له صوص حمرا. شوفوا لهنا ما نديت لكمش الوصفه، بس كل واحد راهو حر تحط التوابل اللي يعجبوها. بزاف يطيبوا لاصوص باللحم، وبزاف يطيبوها بالدجاج، وكاين الناس يستغناو على اللحم وعلى الدجاج ويطيبوها بالحوت، وناس بزاف يطيبوها حتى بالخضره. كل وحده كيفاش رايحه توجد لاصوص تاعها. ليسونسيال لازم تكون عندك اون صوص حمراء كيما راكم تشوفوا فيا ندير. واش درت؟ ومن بعد واش درت؟ قطرت هذاك الروز تاعي من الماء اللي حطيته فيه مده نص ساعه، نقطروه نخليوه في باسوار حتى يقطر مليح، ما تبقاش فيه هذيك الماء، تولي كل حبه وحدها. نجيبو بلا تاع الفور نحطوه فيه ونزيدوا له رشه نتاع الملح، ومن بعد نزيدو هذيك لاصوص تاعي. انا نصبتها عادي. حطيت طرف نتاع الدجاج، حطيت معاهم شويه نتاع الزيت، شويه نتاع الزبده، حطيت البصله والثوم، خليتهم شويه تكرملوا. كي تكرملت هذيك البصله طربيت عليها حبيبه نتاع الطماطم، حطيت الفلفل الكحل وحطيت الملح وحطيت شويه نتاع الكزبر. ومن بعد مرقت وزدت الطماطم تاع البايت هذيك الكونسونطري، وقفلت عليها 4 ساعة وحليتها. هذه لاصوص اللي تحصلت عليها. طيبتها في الكوكوط، ومن بعد رديتها في البرمه باش ندير لكم لا فيديو. نحطوا شوفوا اللي تخاف ما تكونش عينها ميزانها تغطي خلاص هذاك الروز. بعد ما حطيت له الرشه هذيك تاع الملح باش يجي بنين، وما تكثروش الملح باسكو لاصوص تاعنا ديجا راهي ملحه. غطيه بهذيك لاصوص، غطيه وحطيه في بلاطو عفوا يكون مرتفع شويه، الحراره تاعو عاليين، ما يكونش واطين. بعد يغلي شويه تسيح لكم لاصوص وهذاك الروز يجيكم يابس. لازم البلاطو تاعنا يكون شويه عالي. انايا رايحه نخدمو بالخضره اللي اما الفا تخدمو بالسناريه. السناريه نحطوها طيب في لاصوص ولا مع لاصوص كيما راكم تشوفوا فيا. لهنا ما درتش لا سناريه لا جلبانه، انا ما توفروش عندي زيتون، عندي فلفل اخضر، وعندي فلفل حار كيما راكم تشوفوا. لهنا واش رايحه ندير؟ ستفت هذاك الروز، درت له رشه نتاع الملح وحطيت عليه لاصوص كيما قلت لكم، غمرته بلاصوص غطيته. اللي تخاف ما يصلح لهاش ولا خافت تسكيل، لا كان كيلة بول تاع روز تحط 2 بولات تاع لاصوص. ومن بعد واش رايحين نديروا؟ رايحين نوزعوا هذوك الخضر اللي توفروا عندكم. زيتون، انا حطيت الزيتون، حطيت الفلفل الحلو، فلفل حار، وحطيت الطماطم كيما راكم تشوفوا فيهم، قصيتهم شرائح وزينت بهم البلا تاعي اللي حطيت فيه الطرف تاعي تاع الدجاج اللي طيبت بها. ما نطيبوه بالخضره رايح يجيكم بزاف بنين. طيبوه بالخضره، حاولوا تشبحوه شويه بشويه نتاع فرماج رابي. من بعد رايح يجيكم بزاف بنين. اللي دير الدجاج واللحم تقدر تستغنى على الفرماج. نوزعوا هذيك الطماطم في البلاطو تاعنا كيما وزعنا الفلفل الحلو ووزعنا الفلفل الحار. لهنا الفور تاعنا راهو باقط
وراهو باقت على درجه عاليه، لازمكم ديروه على درجه عاليه وتهبطوا هذاك الشبايك ولا ما على باليش انا واش تقولوا له تاع الكويزينير، تهبطوه لتحت خلاص، يعني جوست فوق النار باه نحطوا البلاطو تاعنا. ومن اسرار النجاح تاع الروز تاعنا كي تحطوه في الفور لازمنا نحطوا له الزبده. شوفوا انا الكميه اللي درتها اليوم راني درت 2 كيسان نتاع الروز، 2 كيسان نتاع الروز، يعني رايحه نحط لهم ملعقه كبيره نتاع الاكل زبده. اللي تدير كميه كبيره تحاول تضاعف كميه الزبده. الزبده اللي هنا كي يغلي في لاصوص ما تخليهش يجيكم معجن. حكمت هذيك المغرفه الزبده رايحه نقطعها قطع صغيره. القطع الاولين رايحه ندهن بهم الدجاج باش يتحمر لي ويجيني بنين، باش يدير هذيك القشره اللي تحمر وتتحرق وتجينا بنينه. وهذيك اللي بقات لي الزبده نقطعها قطع صغيره ونحاول نوزعها على البلاطو، ومن بعد نحطها مباشره في الفور اللي قلت لكم الشبايك تاعو نحطوه مباشره في الرف الاول يعني فوق النار مباشره، ونخليوه 15 دقيقه 20 دقيقه سورتو لكان عاد الفور تاعكم سخون رايحين تلقاوه طاب وجد. يعني هاد الوصفه اللي راني نعطيك فيها بهاد التدابير في 45 دقيقه كون يعود الفور تاعك مسخن قبل وعرفتي كيفاش تدخلي الكوزينه تبقطي ديريكتومون الفور، ومن بعد تروحي تحطي هذاك الروز تاعك في الماء. صدقوني رايحين توجدوا العشاء تاعكم ولا الغداء تاعكم في 45 دقيقه ماكسيموم ساعه. الدجاج 15 دقيقه في الكوكوط رايح يوجد لكم، مع 10 دقائق تقليه توقفي عليه رايح توجد الوصفه تاعكم يعني فيت في. شوفوا البلاطو تاعي بعد ما فرغته ولا نحيته من الكويزينير اللي هنا واش رحت درت ما حبيتش يعني نقارني البلا تاعي ولا نعدلو كيما راكم تشوفوا رايحه نحطو يعني فوق بعضها باش تشوفوا الحبات باللي كل حبه وحدها. شوفوا يعني الصوره راهي تعبر. وانتي اللي وصلتي معايا لاخر الفيديو ونقول لك ما تنسينيش بالتعليق شباب، وكيما انتيا بلا ما تنسي البارطاج، بارطاجيو ما تبخلونيش، بارطاجيو مع حباباتكم ومع صحاباتكم فضلا وليس امرا، هكا باش تكبر العائله تاعنا ويوصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين وهكا تعم الفائده. شوف في الاخر انا ما حبيتش يعني نقرني البلا تاعي ولا نزيدلو ولا نعدلو في صحن كبير، حبيتكم تشوفوا كيفاش راني نحط فيه وباللي كل حبه جات على وحدها، يعني كل حبه وحدها. شوفوا زيما نتمنى النصائح تاع اليوم تاخذوهم بعين الاعتبار وتطبقوا الوصفه وتدعيوا لي دعوه مليحه في ظهر الغيب. وما بقى لي غير نقولكم ابقاو على خير وتهلاو في روحكم. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.